صرفت من فدك على نفسها شيء تطالب بفدك، لأن درس من الدروس تقول المظلومين لازم يطالبون بأموالهم. 70 دولة الآن. اسمعوا إخواني اللي على الشاي، إحنا في مصيبة. تسمعني ايش أريد أقول؟ كثير من عندكم كسبه يروح الشغله من الصبح بهالبريد، يتلثم يروح الشغله ويرجع البيت ينام، ما يدري الجاي يصير. وكثير من عندكم ما متابع. إخواني الآن البلد يمر بأزمة فظيعة بعد هذا التدمير اللي جاي يشوفه. جايتنا فرصة كبيرة، 70 دولة تركض عليها. إيران دخلت في هذه المعاهدة، والآن مولانا الإعمار على قدم وساق في إيران. الإمارات تدفع 3 مليارات حتى يمر بها طريق الحرير، السعودية تدفع المليارات حتى يمر بها طريق الحرير. 70 دولة تتعارك على الصين حتى يطب بها طريق الحرير، وإحنا العراق تتوسل به الصين وحراميتنا ما يقبلون يسوون وياها العقد. أكثر من 8 تريليون ينصرف على هذا الطريق. اللي جاي يقودنا بالبلد هم أعداؤنا وليس أبناؤنا. وإلا معقولة يعني القنوات الشيعية الآن ولا قناة تحكي؟ ليش تريد تذبحون مستقبل أبنائنا؟ ليش؟ والأكثر من هذا ألما أن الناس ساكتة ولا تعلم شيئا ولا تدري. عمي أنت اللي فقير تقول جاي يدمرون، انهض. أخي 100,000 برميل يتعمر به العراق، تروحون إلى مصر تطوهم 2,000,000 برميل يوميا. شو يطونا مصر؟ يطونا فلافل لو لحم بعجين. إخواني صرخة لله، الزهراء طلعت تطالب بفدك، وفدك عبارة عن أرض زراعية. ليش ما إن حق؟ ليش أهل المواكب ما يجيبون واحد يحكي يتكلم؟ أخي الحسين قتل لأجل الإصلاح، هو وين الإصلاح الآن إحنا في مجتمعاتنا؟ فاطمة الزهراء قتلت لأجل الإصلاح، هو وين الإصلاح في مجتمعاتنا؟ ليش الناس فقراء؟ ليش والله انفضحنا يا جماعة، انفضحنا فضيحة. الفضائيات تطلع زلم تبكي.